أنا كنت نصلي حتى نسمع واحد العيطة، وهذه العيطة كانت في الكولوار، وكنت أنايا واقفة وغير سمعتها قعدت في الأرض مقدرتش نوض. خوتي اليوم جبت لكم قصة رعب، وهذه القصة يا خوتي صارت في إقامة من الإقامات الجزائرية، وبالضبط في ولاية سطيف. وراني عارف تبغوا قصص الرعب اللي يصراو في الإقامات الجامعية، ولكن قبل ما نبداو في هذه القصة ما تنساوش تخلونا جادو وكومنتير شباب. راهي جاية واحد السلسلة شابة بالبزاف من القصص الحقيقية. تقول صاحب القصة حكايتي بدات من أول نهار دخل فيه الإقامة الجامعية. الإقامة الجامعية 24 أفريل بسطيف، والناس سطيف يعرفوا هذه الإقامة مليحة مليح. وزيد بزيادة هذه الإقامة قديمة، ومن أول نهار دخلت فيها حسيت بعد الخوف ماشي نورمال، خاصة وأنها قديمة بزاف، وشوامبر تاعها داخلين في بعضها وتحس روحك راه في متاهة. وأول نهار دخلت ليها كنت أنا ويما وخاوتي، ولكن كي شفت الشومرة تاعي قعدت غير نبكي وقلت لهم أنايا ما نقدرش نقعد هنايا، خاصة وأنهم مدولي واحد الشومرة في واحد البلوك شبه مهجور وفي الطابق اللي قبل الآخر، وكانت معايا في الشومرة طفلة من ولايتيات. وكما كان الحال تعرفنا على بعض، وصراحة كانت هي نعمة تربية. المهم بديت بشوية بشوية نوالي في هذه الغرفة والإقامة، ولكن كنت دايما خايفة منها ومانيش مرتاحة. وكان كاين واحد الصوت دايما يبدا مع منتصف الليل، كشغل واحد يضرب في الحيط بالحديد. المرة الأولى كنت نخاف منه أنا وصديقتي، ولكن مع مرور الوقت تعودنا واللي جينا بشكل عادي جدا. وكان كاين واحد الصوت تاع طفلة دائما تبكي بواحد البكاء شديد، وكل ما نبغوا نحاولوا نعرفوا المصدر ما نقدروش، حتى لواحد النهار في الويكاند هذاك الصوت قوى بزاف بزاف وما قدرناش نرقدو. وقالت لي صديقتي اسماء انا نطلع للطابق الفوقاني وانتي روحي للطابق التحتاني ونشوفوا مين راه جاي هذا الصوت الغريب. ولكن انا تصدمت كي لقيت الطابق الفوقاني بالله، يعني كان مهجور وما في حتى واحد. وهذيك صديقتي قالت لي الشيرات اللي كانوا لتحت رحت ليهم، ولكن قالوا له احنا خاطينا وما حنايا جانا واحد الازعاج، ولكن ما عرفناش مين راه جاي. وكي قلت لصاحبتي واش شفت وكي قالت لي واش قالوا لها البنات، هذيك الليله بغيت نصلوا وندعوا ونقراو في القران الكريم حتى للصباح. والحاجه مليحه في هذه الاقامه انه الدوش جاي في الشومبرا، يتسمى ما عندك علاه تخرج برا. وكانت قدامنا واحد الشومبرا مهجوره ولكن غير قابله للسكن، والباب تاعها ينتحل ويتغلق وحده بدون اي سبب، وما كانش كاين الريح. ولكن ولفت انا هذا الشيء ولا ما قلقنيش، حتى لواحد النهار كي بديت نصلي حتى نسمع واحد العيطة، وهذه العيطة كانت في الكولوار. المهم قعدت في السجادة وما قدرتش انايا نوض. بعدها بديت نسمع في نفس الصوت عاد ودني، اقسم بالله يا خوتي الصوت تاع القران الكريم وتلفولي، وهذا الصوت كان يقول لي خفي خفي. وربي سبحانه اعطاني بعدها واحد القوة عظيمة، وقررت باش نكمل الصلاة تاعي بشكل عادي. المهم بعدها نواصل صاحبتي وقلت لها سمعتي واش سمعت؟ قالت لي لا ما سمعت والو. قلت لها راه كاين واحد العياط قوي بزاف في الكولوار. هي قالت لي غير بدي وراكي غير تخيلي وصعي. صراحة من شدة الخوف ما قدرتش نوقف حتى للصباح، وكي حكيت لها قالت لي لازم في أقرب وقت نبدلو هذه الشومبرا. ومن هذيك الليلة حياتي تبدلت كامل. المهم الغدوة من ذاك خرجت بكري من لافاك وصليت العصر وقلت نرقد بلا ما يفتح الريستو. المهم طفيت هذاك الريزيستونس اللي ندفو عليه وقلت باش ما يشعلش وانا راقدة. وكي رقدت وفطنت لقيت الزربية اللي كانت مفرشها شاعلة فيها النار، وهذاك الريزيستونس مقلوب في وجهه. وكي بغيت نفتح الباب باش يخرج الدخان ما بغاش يتفتح، وكما كان الحال بديت انايا نقرا في القران باش يتفتح. وكي جات صاحبتي ولقاتني في هذيك الحالة ما صدقتش، وما صدقتش أنا طفيت الريزيستونس قبل ما نرقد، وقالت لي حاجة باينة راك نسيتيه ورقدتي. صراحة أنا توسوست ولكن كنت متأكدة باللي أنايا طفيته. المهم بعدها بيامات كنا شاعلين الصورة تاع النور بالصوت السديسي، وكانت بالنهار تاع الخميس وفي الليل، وكنا نقف في الشومبرا أنا وصاحبتي وكنا مقصرين كيما يلزم الحال. وكنا حنا كل خميس نديرو الميناج باش النهار تاع الجمعة نفوتوه غير قراية وصايي. وحنايا هكاك حتى سمعنا ترطيب في الباب، ولكن الباب تاعنا كان مفتوح.
حتى صاحبتي نطقت وقالت شكون تفضلي. حتى سمعنا واحد الصوت وكأنه نتاع مرأة كبيرة وتقول نقصوا للصوت نقصوا للصوت. والصدمة كانت كي خرجنا وما لقينا حتى واحد برا. المهم أنا وياها تم قريبة غاشينا. المهم عيطنا لصديقاتنا باش يجوا يباتوا معنا ولتم تأكدنا باللي كاين حاجة مش نورمال. وصاحبتي حتى ولتم تأكدنا باللي كاينة حاجة مش نورمال. وصاحبتي حتى تم باش تتقدني. المهم السمانة اللي بعدها صاحبتي قررت باش تروح لدارهم وتخليني نبات وحدي في هذيك الإقامة. مالغري حنايا كنا متفاهمين باللي حتى وحدة ما تخلي صاحبتها تبات وحدها. المهم بقيت سمانة كومبلي وأنا نخمم كيفاش نفوت هذا الويكاند. المهم راحت صاحبتي بالخميس لدارهم وأنايا قعدت غير وحدي. ومالغري كنت ميتة بالخوف وكما كان الحال درت كوراج وقلت نشعل القرآن وما غادي يصاري والو بإذن الله. المهم في الليل رحت صهدت عن صديقاتي وقالوا لي راك تخافي بزاف. المهم باتي معنا وانا قلت لهم لا لا نبات في الشومبرة تاعي خير. المهم رحت لشومبرتي وعيط الوالدية وقلت لهم خلوا هذه الابل تمشي. مرة كانت تحكي معايا يما ومرة يحكي معايا بابا. والمشكل انهم كانوا يسقسوني ويقولوا لي واش هذه الهضرة اللي رايحة. ومن بعد كيعرفوني باللي وليت نخاف سكتوا وبالسيف باش ربت لانه الصوت تاع الخبيط والحس كان قوي بزاف. وهذاك الحس كان فوق الشومرة نتاعنا. كيما العزوج نتاع الليل صرات لي كارثة وحمدت ربي سبحانه كيما محكمنيش عجلها السكر. وفي الشومرة تاعنا دايرين واحد الطابلة اللي نحطو فيها الكوزميتيك نتاعنا ولصقا فيها واحد المراية. وهذيك المراية تحتها واحد السيبون وكان لاصق مليح مليح في الحيط هذاك. المهم انا رقدت واحد الزوج نتاع الليل سمعت واحد الصوت نتاع عياط قوي بزاف. وهذاك الصوت كان في ودني وحتى واحد ما يقدر يسمعه ونحس بالطبلة تاع الأذن نتاعي غادي تتثقب. وأنا ما الخلعة ما على باليش واش صرا. وفتحت الباب وخرجت من الشومبرة وتغاشيت. وكيف طنت لقيت بزاف البنات دايرين بيا وكانوا خايفين من الدم اللي كان يخرج من فمي. وكي دخلوا للشومبرة لقيت هذيك الطابل والمراية وكل حاجة طايحة بالأرض. وزدنا سمعنا واحد الصوت نتاع عياط كشغل وحدة رفدت السرير وقاسوا من فوق الشومبرة حتى لتحت. صراحة أنا ما قدرتش نفطن حتى داوني البنات العيادة. ومن بعد داوني للسبيطار قعدت شحال من اليوم وأنا نعاني من فمي وراسي كأنه واحد ضربني وحتى السنة تاعي متكسرت. وكي حكيت مع والديا قالوا لي ابل كانت تمشي وكنا نستمعوا في واحد الهمس وواحد الصوت تاع الناس يحكوا معاه. ولكن حنايا مبغيناش نخوفوك أكثر وأكثر. بعد الشي اللي صارلي قررت باش نبدل الغرفة ولكن قعدت نبات فيها حتى بدلوها لي. وقبل ما نبدلها وفي آخر ليلة ليا كنت بين اليقظة والحلم وشوف كأنه قطة جات تحكي معايا وقالت لي قلنا لك خفي علاش ما خفيتيش. وكانت هذه القطة تضحك. المهم قاعدة شحال وأنا نعاني من الأحلام والأصوات في ودني ونفس القطة كانت تجي وتقول لي قلنا لك خفي قلنا لك خفي. المهم هذه القطة كما قلت لكم كان دائما تجي عندي وتقول لي علاش ما خاويتيش وانا ما فهمتش واش راهي تقصد. وكي رحت للراقي وحكيت له قال لي انت بنتي لهم شغل راكي تتحدي بهم على هذا الشيء بغاهم ينتقموا منك. والحمد لله بعد ما رقيت وتحسنت وبدلت هذيك الشومبرا ورحت لواحد البلوك خير من اللي كنت فيه. وفوت واحد اليامات بزاف هايلين في هذيك الإقامة. ولهنا خوتي وخواتاتي نكون وصلنا لنهاية هذه القصة. وإذا يعجبكم هذا النوع من القصص كتبوا لي في الكومنتات وغادي نحط لكم سلسلة من قصص الرعب اللي غادي تعجبكم. ولكن لازم الدعم ثم الدعم ثم الدعم وبارطاجوا خوتي هذه القصص وغادي نتلاقاو في قصة جديدة من قصص الرعب والعشرية السوداء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.